هذا نسولي ماس عبد القدر بن دعماش ديال غارو سياس. اذا حضورنا الكريم دعونا نرحب باسمي وباسمكم جميعا بالاستاذ الفاضل عبد القادر بن دعماش، فليتفضل معنا مشكور. ثنمير ثنون. مرحبا يسون. راكم شفتوا الدوكيومنتير تاع الحاج محمد العنقا، ما نزيدش كلام عليه، ولكن ندير برك لو ريزومي تاع وشنو هو العنقا هذا، كيفاش جا وكيفاش حتى اليوم مازلنا نتكلموا عليه. هذا الحاج محمد العنقا زاد حوايج، خاطر هو كان عبقري. اللي قبلو كانوا مطربين كبار ولكن ما كانوش عبقريين، ما كانش عندهم الابداع. هو كان عنده الابداع. ابداع فاش كان هذا الشعبي ما اسموش الشعبي، اسمهم الاغاني الشعبيه. كاع كل حاجه اللي فيها حاجه بوبولار سموها الاغاني الشعبيه، الاياي والاشويق والوهراني والشاوي، هذو كاع اغاني شعبيه. هذه بالمقارنه مع الاندلس، بالمقارنه مع العصري، بالمقارنه مع اشياء اخرى في النمط الموسيقي. واش يدير هو من بعد موت تاع الشيخ مصطفى الناظور، هو شيخه اللي كان هو اللي رباه، هو اللي سماه العنقا، هو اللي كلش هذا. من بعد الموت تاعو 1926 19 ماي 26 في شرشال، من بعد في 28 ولا يدخل الموسيقى الأندلسية، يعني الطبوع الموسيقية. علاش؟ لخطر هذيك الطبوع الموسيقية تاع الأندلس منظمة في هذه مود معروفين، دخلهم الكل في الاغاني تاع اللي كان يخدمهم هو في القصيد تاع. خاطر هذا الشعبي اللي نقولوا له شعبي كان اسمه المديح الديني في هذاك الوقت، سيتي لو شون ريليجيو. هذا هو كان ماشي معروف حاجات اخرى، كان فيه الاغاني الدينيه فقط. اذا معاه هو دخل هذاك الطبوع الموسيقيه، وزاد دخل انقلابات الانصرافات، يعني هذوك اللي يخدموا بهم صحاب الاندلس، يعني الخفاف دخلهم حتى المخيلصات، حتى التواشا، حتى كل هادو دخلهم في الكوربوس كما نقولوا حنايا في الميدان تاع الواحد اللي يؤدي الاغنيه تاع الشعبي كما اليوم. حتى الشباب تاع اليوم راهم يديروا هكذاك، خاطر تبعوا هذه الطريقه تاع العنقا. يزيد هو زيادة على كل مطربين الآخرين، هو كان يألف. قليل اللي يعرفوه باللي كان عنده قصائد كثيرة، وفي هذا الكتاب اللي صدر في 2025 السنة الماضية فيه كل قصائد اللي هو ألفها بنفسه، معروفين وراهم معروفين عند الجميع، ولكن قليل اللي يعرف باللي هذه تاع العنقا. الوغ هي هذيك هي تاع العنقا، ولكن هو ما كانش يهدر، كان هو فياض يقول، وخلى النوع كبير، وخلى حتى كي شغل نقولوها فلوف هكا يمشي، وما قالش بلي هذه تاعي وهذه تاعي وهذه تاعي. عملها للتاريخ، عملها للتراث، عملها للدوله ككل، الوطن ككل، للناس كل، يعني باش يتنفعوا بها كما نقولوا في الصدقه الجاريه. نفس الشيء هو عملها صدقه جاريه، هكا كان يقول بكري. هو تلمو خلق هاد الحوايج كامل حتى ولاو الناس ما يحبوش، يقولوا له نتايا خسرت لنا الاندلس. حتى اصحاب الاندلس يسميوه الهراس مثلا في الجزائر. كي يقول لك العنقا ما كاش يقول العنقا، يقولوا له العلقه اللي يلصق. هو ماشي يلصق، هو العنقه. العنقه سي لو فينيكس. الفينيكس كون هو هذا الطير اللي عاود يموت ويحيا من بعد. سي الطير اللي كي روفيان ابري سا مور. الوغ هذا اي سي فري. شوف شحال من سنه هو قاعد هذا الحاج محمد العنقا يخرج للاذاعه 1928. هو اللي اسس الاذاعه الجديد، هو اللي دخل اول مره اللي دخل جوق موسيقي في الاذاعه الجديده اللي فتحت في 1923. في 28 داروا تجربه تاع اوركستر يغني في الاذاعه. اول مطرب بالجوق تاعو هو الحاج محمد العنقا في 1928، وتم اللي دشنوا هذيك الاذاعه الجديده اللي كانت في 1928. من ثم انطلقت الاذاعه، من ثم انطلق الحاج محمد العنقا، ومن ثم انطلق هذا النوع الجديد ولا يغني الاغاني القصيره. هو فيما بعد ولاو يقولوا لا العنقا ما يبغيش هذوك الاغاني القصيره لا شونسونات اكسيتيرا. هو مول لا شونسونات، هو مولاها، هو اللي بدحهم، هو اللي سجلهم الكل في الاغاني تاع اللي كانت في 1927 28 30. في هذوك الفتره هذه كانوا يعمل اغاني صغيره لي شونسونات اللي عندهم سوكسي لليوم مازالوا. نعطي واحده منهم برك، رفت صباط كومشي، هذه تاعو غناها وكان عندها سوكسي كبير. على كل حال انا ندور الصفحه ونروح
على الموندول هو اللي اسسها. كان صاحبه اسمه جون بيليدو، هذا الطلياني كان يقري معه في الكونسيرفاتوار وكان موسيقي كذلك. قال له انت يصنع لي، هو حرفي، قال له صنع لي الموندول على قيس الكور تاعي. قال له انا كي نلعب بالعود هكا يجيني بعيد وكذا ما نجمش مليح. اذا قال له دوك نصنع لك وحده بشويه هكذاك. شفناها درك انا الموندول اللي فيها نجمه في الوسط، شفناها بليزيور فوا في الشريط. هذيك هي الموندول الاولى في 1932. بلا ما يعرف بروحه اسس وصنع اول موندول جزائري. سي لو موندول الجيريان دروك كي رونتر دون لا ستركتور دي انسترومون دو ميوزيك او نيفو ناسيونال. هذه من جهه. اذا عندنا الموندول تاعنا، عندنا الطبوع الموسيقيه، وعندنا هذا الشعبي جديد اللي دخل الاذاعه في 1947 باسم الحاج محمد العنقا. وصل حتى ولا نوع، ولا يحبوه كامل الناس، ولا عنده تلاميذ غير مباشرين. باسكو هو يقول لك تو لي شونتور شعبي سون مي زيليف ديريكت و انديريكت. واليوم راح تشوفوا من بعد يجي الشيخ طماش والشيخ عبد القادر الشرشام، هادو سي دي زيليف ديريكت دو العنقا، راكم شفتوه في الشريط، هو اللي مباشره يقريهم. اذا خلى تراث كبير، خلى قصائد كتبهم هو، دار هذا الموندول ودخل الالات الموسيقيه. كي نشوفوا حنايا هنايا هو يقعد حدا دربوكه عليل الله يرحمه، يقعد حداه، هو اللي حطوه حداه، خاطر في الايقاع عند ناس واحد اخرين بالطار ولا بالدف ولا حاجه يقعدوا بعيد عن المغني، هو داروا حداه. علاش؟ باسكو يمشيه في الكلام، يمشيه في النطق، يمشيه في تولي الدربوكه تهدر. وبالك راكم شفتوهم الان في الحفلات تاع الشعبي تاع الشباب تاع اليوم، تسيبوا الدربوكه براسك تهدر، يتفاهم مع بالكلام بصح هما بالايقاع، يتفاهموا بالايقاع. اذا الحاج محمد العنقا هو اللي خلق هذه الريتم، هذاك لو ريتم تاع دربوكا، هو يمشي الشيخ وهو يمشيه، استدير متفاهمين في الدقه تاع القلب. سي السونتر نودال تاع الاغنيه هي دربوكا ماهوش الموندول. اذا هذيك زاد دخل الالات الاخرين، البونجو هو اللي دخلوا كذلك، وزاد البيانو من بعد 32 بعد الكونغري هذا دو لا ميوزيك عرب اللي ندار في مصر، ودخلوا لاول مره البيانو. قالوا لماذا انا ما ندخلوش؟ دخلوا ولا الاوركستر فيه البيانو، فيه البونجو، فيه تبدل كومبليتمون، وفيه لا بروميير فوا 22 موسيقي دخلوا الاذاعه 1947. كانت واسمها الاغاني الشعبيه. وصلت حتى ل 1947 ولاو يقولوا كيفاش نسميو احنا هذا الجوق، الخطر كانوا فرق 5 تاع الفرق دخلوا الاذاعه وجزائريين الكل، القبائلي الشيخ نور الدين، خليفي احمد دار كان صغير ذاك الوقت، كان في عمره 25 سنه، دار الجوق تاع البدوي وهو كان يترأسوا. الموسيقى العصريه كان مصطفى اسكندراني، والموسيقى البدويه كان هذا الشيخ خليفي احمد في البدويه، وكذلك القبول الاندلسي كان محمد الفخارجي في الاندلسي، وزاد هذا الحاج محمد العنقا في الشعبي. قالوا له هادو الاغاني الشعبيه سموها لا ميوزيك بوبولار، ماشي بوبولار، لا ميوزيك ريليجيوز، المديح الديني. قالوا ريليجيوز ما نقدروش نقولوا ان جور دو ميوزيك ريليجيوز، قالوا نديروا ان جور ميوزيك. قعدوا يخموا تراديسيونال ماشي هكذا، قال دروك هذا سميوه بوبولار. سموه بوبولار جوست ابري نو سوم 54 جات الثوره التحريريه، متما في هذاك الوقت كل ما هو فرنساوي ولا جزائري ولا عربي، حتى ولات شونسون بوبولار ولات شعبي. وصلت الاستقلال ولات لا شونسون شعبي مطرب شعبي، هذه الاغنيه الشعبيه، ولكن ما بقاتش كامله. كملت كامله جو دير ما عندهاش اسم، سي ان ادجيكتيف بالعربيه يقولوا لها الصفه. هذه الادجيكتيف بقات هكذاك حتى 1900 حتى 2005 تاسس هذا المهرجان الوطني اغنيه الشعبي اللي مازال موجود لحد الان، اللي في النظام تاعو قلنا هذا النوع تاعو سموه الشعبي افيك ان نون، يولي عنده اسم ولا الشعبي، اغنيه الشعبي، هذا المطرب اغنيه الشعبي، ماشي الاغنيه الشعبيه، اغنيه الشعبي اللي شونتور
كولور دو شعبي انفاريابل، سي لو مو كي نو شونج با. اذا من ذاك الوقت اليوم رانا في اغنيه شعبي، وشكون اللي اسسها، شكون اللي هضر عليها لا بروميير فوا، شكون اللي طلعها لا بروميير فوا، هو هذا المهندس الكبير اللي اسمه الشيخ الحاج محمد العنقاوي، وكل اللي جاوا من بعده كلهم تلاميذ تاعو. وشكرا. ثلميرث استاذ مسا عبد القدار بن دعماشه فوسنا حمايه كنت نظر في السماء ولا شغليف